شكرا جمهور النادي الاهلي. طالما كان جمهور النادي الاهلي على قد المسؤوليه على قد الحدث، جمهوره حماه. جمهور النادي الاهلي قدم رسائل قويه وصادمه للجميع. يا روبيرو روح، خد جهازك وروح، لعيبه عالة ما انتوش رجاله. الحقيقه جمهور النادي الاهلي وصف الحاله لايف. الفعل والفاعل كانوا موجودين في ارض الملعب. بيراميدز ده لو كان فايق شويه ولا كان في احسن مستوياته كان ممكن شايل النادي الاهلي 5، لكن النادي الاهلي عدم جاهزيه، عدم تركيز، استهتار، لا مبالاه. هتتكلم عن كل حاجه سيئه في ارض الملعب خلال ال90 دقيقه. دي مباراه لمراكب النسيان، خدينا بعيد كمان، نسينا اللي حصل في هذه المباراه وفي هذا المكان. استاد السلام كان فيه فعل لا يليق بالنادي الاهلي وبلاعيبته. اللعيبه في ارض الملعب مفيش ولا واحد فيهم كان عنده نخوه ولا حماسه ولا شغف لتيشيرت النادي الاهلي. يا جدع ايه في ايه؟ جمهور النادي الاهلي قال لكم كل الهتافات اللي في الدنيا، 90 دقيقه واقف على رجله بيقول لك خلي عندك دم، العب بقى يا عم، وانت مفيش خالص. يعني انا هحمل المسؤوليه الكبيره لجوزيه روبيرو، لكن المسؤوليه لازم تقع برضو على لعيبه النادي الاهلي اللي كانت ما عندهاش اي فكره عن الكوره بتتلعب ازاي.